السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. النهارده حلقة على السريع كده، هي مش حلقة من الحلقات العلمية اللي بنتكلم فيها. هنتكلم بس النهارده على بنفكر حضراتكم بالعروض وخصومات دولة الأسنان المهجورة زي ما هي مستمرة في فترة الصبح. بس بالنسبة للناس اللي خايفة عشان موضوع الصيام ده، عادي كده كده الدكتور وهو شغال بيحط لك الشفاط، او حتى لو في ميه بتطلع بقك انت بتتفها وبتبقى واخد حذرك. طبعا هتلاقي يعني معقوله ما حدش خالص من الناس الصايمه بيروح عند دكاتره السنان يشتغل الصبح. ما حدش بيروح الا للضروره جدا لما بيكون ضرسه وجعه. طب لا، ليه احنا نخلي المصطلح كده او نخلي وجهه النظر كده؟ انت انزل عادي واشتغل وخلص حاجتك بسرعه، ما تخليش يعني رمضان عائق ليك بالنسبه لك. مش عشان احنا مثلا اقول لك عشان عايزين نشتغل ومستنيين شغل، لا، انت بلاش غير المعتقد عندك. ما انت في الاخر لما بتتحط تحت ضروره قصوى في الاخر بتضطر انك بتوافق في الاخر. بس. وبالنسبه للعروض موجوده، حشو العصب حاليا في رمضان ب 900 جنيه. وهقول لك على ايه تاني برضو، الحشو العادي عليه خصم 10%، ده بالنسبه لنا. برضو لو جبت واحد يحشي، لو جبت اتنين يحشوا عادي، هيبقى الحشو التالت مجانا. بس يعني، ولو في مثلا عايزين تقترحوا عروض او خصومات معينه، اكتبوا لي برضو في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.